أهلا بكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. أهلا بكم في قناة التاروت وأسراره. معانا النهاردة فيديو حلو قوي، برضو شيق جدا. بس برضو قبل ما أبدأ الفيديو، يلا بينا السؤال بتاعنا زي ما احنا اتعودنا. لو عايزة تجنني راجل وتخليه يهتم بيكي، تعملي ايه؟ ايه بقى الإجابة؟ عايزين الإجابة بقى على السؤال ده من الناس الحلوة كده اللي بتعرف تستوعب وترد. يلا بينا نشغله بعض ونشغله دماغ بعضينا. طبعا للصالح، احنا هنا بنخلوه يهتم بينا، بنخلوه يحبنا، احنا مش بنأذي. احنا الدنيا حلوة كده وعايزين الراجل اللي معانا يهتم بينا بس كده. خلي الدنيا ماشية في اللذاذة كده. ده سؤالنا النهاردة، عايزينه يهتم بينا وياخد باله مننا. نعمله ايه؟ نرده بقى على بعض كده في الكومنتات. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. عايزين نعرف سؤالنا الأساسي. هو عايز يقول لك إيه في بعده عنك. بس أهم حاجة هنشوف طاقته وطاقتك والطاقة المشتركة اللي بتجمعكم. وعايز يقول لك إيه في بعده عنك، إيه الرسالة اللي هو عايز يوصلها لك. يقول لك إيه، نفسه يقول لك حاجة، هيقول لك إيه. يلا بينا كده نشوف الإجابة على السؤال دوت. معانا قرايتين النهاردة، القراية الأولى والقراية الثانية. المجموعة الأولى والمجموعة الثانية بالحجر الجميل ده. هو اسود كده في بيجات. حلو قوي، طاقته جميله جدا. دي قرايه المجموعه الاولى. اصحاب المجموعه الاولى، حروف المجموعه الاولى: الف ت واو لام عين س ح كاف غين زين ظ ب خ نون. دي حروف المجموعه الاولى، طبعا حروف اسم الشريك. المجموعه الثانيه بالحجر البني ده، حلو برضو، طاقته جميله. يلا بينا. اصحاب المجموعه الاولى: س ي ج ص د ق ض ش ر ف ه زال ميم ط. يلا بينا. أصحاب المجموعة التانية كده أظن اخترتوا بالأحجار أو بالحروف. طبعا عايزين نسمع الطاقات ونشوف إيه الدنيا بالظبط كده معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. عايزين نشوف طاقته هو، وزي ما قلت لكم جاوبوا لي كده ونشوفوا إيه، نفيدوا بعض بالأسئلة وبالإجابة. يعني السؤال أنا بحطه ونفيدوا بعض بالإجابة. وطبعا أنا زي ما قلت لكم هعمل لكم حلقة للأسئلة دي كلها ونجاوبوا مع بعض فيها وناخدوا وندوا مع بعض فيها. وعايزين برضو نعمله لايف قريب كده مع بعض، نطلعوا لايف نشوف الدنيا بقى فيها ايه بالاسئله بتاعتكم كلها وقت يعني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طاقته هو منهار، منهار جدا، متدمر، نفسيته تعبانه، مش مبسوط، مش مرتاح. بيجي بالليل كده حزين، مش عارف ينام، مش عارف يعيش. طاقته وحشه جدا. بيفكر فيكي ليل ونهار، بيقول ان هو اللي خرب العلاقه، هو اللي بوظ الدنيا، هو اللي دمر الحياه. بيعترف لنا ان انت حب عمره، بيعترف لنا ان انت الحب الاساسي بتاعه، بيعترف لنا ان انت بالنسبه له توأم الروح، انت الست الطيبه بالنسبه له، انت الحاجه الجميله، انت اجمل ست بالنسبه، انت ارق ست عنده. ممكن تكوني عصبيه، ما بينكرش ده، بس انت بالنسبه له حد جميل، هو بيحبه قوي. شغوف عليكي جدا. بيقول لك انا بالليل ما بعرفش انام، انا نفسيتي تعبانه، انا حاسس ان الموضوع اللي بينا دوت او العلاقه اللي بينا دي مش المشكله اللي بينا مش هتتحل. بيقول لك انا منهار، انا منهار، انا متدغدغ، انا متكسر، انا تعبان نفسيا، انا متدمر. انا بيجي عليا الليل بحس ان انا حياتي واقفه، ليل او نهار انا حياتي متدمره. برج الحوت طلع علينا. فبيقول لك انا نفسي ان الدنيا ترجع تتبسم تاني، وان الدنيا ترجع تبقى كويسه تاني. بيقول لك انا ندمان على الحب اللي كان واللي خرب وخلاني طلعت من العلاقه وبقيت وحيد لوحدي. مش مبسوط خالص ان العلاقه كانت حماده وبقت حماده تاني خالص زي ما بيقولوا. مش مرتاح، مش مبسوط. طاقته فيها تعب نفسي كبير، طاقته متدمر، حد متدغدغ، حد متكسر، حد مش مبسوط بمعنى الكلمه. طاقته متدمره بالرغم حياته اللي بيقول لك انا بحاول اشتغل وبحاول اقضي يومي وكده، لكن لا، هو بيضحك على نفسه. لكن هو حياته وطاقته صعبه جدا، مش مبسوط خالص على كل الاصعده، مش مرتاح. طاقته هو دي، بس شغوف عليكي وبيحبك وبيفكر فيكي. مش عارف ينساكي. طاقتك انت مستنياه وبتراقبيه. خلينا برضو صراحة، ما تنكريش، انت برضو حاسة بوحدة وحاسة ان انت مقيدة في علاقته، مش عايزة تبعدي عنه. في طاقة ندم برضو، بس عايزة منه حق. يعني انت بتطالبيه بحق، انت بتطالبيه، بتقولي له انا تعبت معاك، وانا يعني تبوظت العلاقة لحد ما خلتني ندمانة على كاسات الحب اللي كانت بينا. انت بتقولي له انا عايزة حقي منك، انا عايزة الحق، والناس اللي لها اوراق حكومية ربنا هينصركم. بتقولي له انا عايزة برج الميزان طلع، انا عايزه الحق منك لان انت دمرت لي الدنيا. بتراقبيه، بتبصي عليه كتير، مش سايباه.
انت لسه قاعده في انتظاره، قاعده مستنياه، قاعده وحيده لانك وحيده في الوقت الحالي، حزينه مطفيه مش مبسوطه، حياتك كلها مطفيه. نفسك ان هو زي ما قلت لك، نفسك انك في حق منه، نفس انه يرجع يراضيكي تاني ويفرح قلبك ويراضيكي بحاجه تعوضك الندم على العلاقة واللي حصل فيها. انت مستنياه يرجع يكلمك، انت مستنياه، انت لسه في انتظاره، لانه وحشك ونفسكم تقعدوا قصاد بعض ونفسك انك تقعدي تتكلمي معاه تاني وتاخدي حقك منه. وزي ما قلت لك فعلا هيبقى في اخذ حق، لان برج الميزان طالع علينا، واخذ الحق طالع موجود. انت طاقتك لسه فيها مراقبه ليه، نختصر. طاقتك فيها مراقبه، فيها بتطالبيه بحقك، بتطالبيه بتقولي له انا ضحيت وانتظرت وتعبت في العلاقه دي ومستنيه حقي منك، وهو فعلا هيمشي بحق. يعني هو مش بيقول لنا ان انا هتعدي كده، هو نفسه معترف ان انت ليكي حق عنده. دي طاقتك وطاقته والطاقه المشتركه بينكم. بتفكروا في بعض كتير قوي، ولسه مستنيين بعض، ولسه متأيدين في العلاقة، ونفسكم ان العلاقة تنتهي على البيت والأسرة تاني وترجعوا لبعض تاني. ما بتناموش بالليل، انتوا الاتنين شايلين هم ان العلاقة صعبة قوي كده، والدمار اللي حصل دوت زي ما قلت لك في طاقتك، والدمار والخراب انتوا الاتنين شايلين هم اللي حصل. انتوا الاتنين ما بتناموش بالليل، متدمرين ميتين. انتوا الاتنين ما اتغدر بيكم البعض على فكرة. انتوا الاتنين تعبانين نفسيا، بصوا شيل الهم، بصوا شايلين هم قوي العلاقه اللي حصل فيها يعني. وانتوا الاثنين بصوا الغدر، بصوا التعب النفسي، ما عندكوش طاقه. انتوا الاثنين من الاخر ده كارت، انتوا الاثنين ما عندكوش طاقه، ما عندكوش تعبتوا، احنا تعبنا، احنا ناس تعبت. بس لسه مستنيين بعض، مش عايزين نمشوا، احنا الاثنين متأيدين في العلاقه عند بعض. احنا الاثنين قاعدين مستنيين مين اللي يبدأ، مين اللي يلا بينا. انتوا الاثنين طيبين على الصعيد برضو القرايه. انتوا الاتنين طيبين قوي 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 وحنينين وفي انتظار بعض على فكره برضه. انتوا الاتنين بتفكروا في بعض كتير، برج طلع كارت التفكير. بتفكروا في بعض كتير قوي، يمكن دماغكم بتصدع كمان من كتر التفكير، بالتفكير في بعض. انتوا الاتنين نفسكم يكون في عوده للعلاقه تاني من اول وجديد، والعلاقه ترجع تاني. انتوا الاتنين بتفكروا في ده. متكبرين في الوقت الحالي، مش عايزين تاخدوا الخطوه. زي ما قلت لكم باصين عالي شويه، يعني كل واحد زعلان من التاني، وكل واحد عاطي ظهره للتاني. بالرغم ان انتوا بتبصوا على بعض، لان بصي هنا طلع لي كارت التعب، انتوا تعبانين في العلاقه، انتوا شايلين هم العلاقه باظت واتدمرت. وطبعا ده كان سببها التكبر برضو، وكل واحد اتلوى على التاني، كل واحد اخد في وشه ومشى. بس نفسكم ترجعوا تاني لبعض، وشمل العيله تاني يرجع، وكاسات الحب ترجع تتملى من اول وجديد. يعني انتوا الاتنين لسه بتحبوا بعض وباقيين على بعض وعايزين بعض، مش عايزين تبعدوا عن بعض. يلا بقى نرجع لسؤالنا النهارده. هنا بقى بيقول لك، عاوز يقول لك ايه في بعده عنك؟ ايه الكلام اللي هو عايز يسمعه لك؟ هو ولا عايز يسمعك ولا حاجه في الوقت الحالي، ده كاتم على مشاعره، مش عايز يبوح. بس احنا بس على مين، احنا مش هنسيبه، احنا هنجيب دماغه. يعني هو احنا هنا قلنا، بص الكروت انا اظن بفرنط الكروت قدامكم مش بختارها يعني. خلي الكارت دلوقتي كده. بصوا الطاقه المشتركه بينكم انتوا الاثنين، طلع لي كارت الغرور والتكبر، وان كل واحد عايز التاني هو اللي يبدا، وانا مش هبدا وانت مش هتبدا، وكل واحد ماسك على مشاعره. برضو الكارت هنا طلع لي في الاجابه ان هو ماسك على مشاعره. يعني هو عايز يقول لك ايه، لا انا مش عايزه اقول، انا ماسك على مشاعري مش هقول حاجه. لكن هو مش معايا انا الكلام دوت، انا بعرف اجيب طاقته، لان هو ب... بعرف اطلع الطاقه واحده واحده كده، الحمد لله، لان انا بحب الطرق قوي، وده كرم من ربنا معايا، فبعرف ان انا اجذب الحمد لله، يعني جذبت طاقته. هو ماسك على مشاعره. السؤال بيقول هو عايز يقول لك ايه. هنا الكارت دوت هو كارت هيقول لي انا مش عايزه اقول حاجه. لا، بعد كده اعترف لي وقال لي انا نفسي يبقى فيه بيت تاني يجمعنا، نفسي ارجع لبيتي تاني. انا زعلان على المهزله اللي حصلت دي، انا زعلان على الخراب، وان انا سبت العلاقه ومشيت. اتكلم اهو، بص من بعد ما كان ماسك نفسه، خد وعطى معايا. بيقول لي في فجوه حصلت. برج الجدي، برج الثور طلع علينا برج الاسد. بيقول لي بعد ما كان في فجوه حصلت، انا نفسي الفجوه دي تتسد، ونفسي نبدا دنيا جديده من اول وجديد. بيقول نفسي اتوازن ونرجع الحياه فيها توازن تاني، ونرجع نقف على رجلينا تاني، بدل ما انا واقف على رجل واحده كده وتعبان. بيقول لك نفسه في دنيا تانية من اول وجديد، وحياه معكم حلوه. يعني ده كله، بصي بيقول ايه، بصي اللي كان مش عايز يقول اهو قال كل ده. بيقول لك انت النص الحلو بتاعي اللي ما ينفعش استغنى عنه، انت الست اللي حبيتها،
عايز يقول لك ايه؟ بيقول لك انت الست اللي حبيتها. طب بذمتك عايز يقول لك ايه تاني؟ بصي كمان بقى الاحلى واحلى، بصي كارت الذكريات اللي طلع، بصي ده بيكملوا بعض. انت النص الحلو عشان انت الذكريات والاساس، يعني انت الاساس عندي، انا بحن لك، ده كارت الحنين. بصي اللي كان مش عايز يقول اهو قال، اهو قال كل حاجه. شفتوا قال قد ايه؟ بيقول لك كمان نفسي ترجع الدنيا تاني الميه لمجاريها ونرجعوا لبعض تاني. فكارت حنين، كارت ذكريات، كارت بيقول لي انت النص الحلو اللي ما اقدرش استغنى عنه. بيقول لي انا زعلان وندمان ان انا سبت العلاقه ومشيت، نفسي ان الدنيا تتصلح بينا تاني. كل كروته جميله، كل كروته حلوه. لا لا حلو. لو راجع وخبط على بابك افتحي، وربنا يسعدكم مع بعض، لان هو بيحن لك كتير وبيحبك كتير، وهو ندم على اللي هو عمله. واللي حابب طبعا قرايه خاصه يتواصل معايا، ينزلوا على 015 5 466 من داخل مصر ومن خارج مصر على 0020155 466 لحجز القراءات الخاصه. وطبعا ما تنسوش السؤال المهم بتاعنا اللي احنا سالناه، لو عايزه تجننيه وعايزه تخليه يهتم بيكي تعملي ايه؟ عايزين نردوا على بعض في التعليقات، نشوفوا نعمله ايه. زي ما قلت لك انا استفيد من كلمه انت قايلاها، من تعليق حد قايله، كلها فايده. اصحاب المجموعه الثانيه اللي اختاروا الحروف دي واختاروا الحجر ده، حط طاقتك انت كده تمام. يلا بينا، يلا كده نشوف طاقته. بسم الله الرحمن الرحيم. من اولها كده هو تعبان نفسيا، من اولها طاقته. لاصحاب المجموعه التانية طاقته تعبان نفسيا، وبيراقبك وبيبص عليك، وبيحاول برضو يمسك نفسه، برضو بيحاول ان هو يقف على رجليه. بس بيحاول، هو بيقول لنا ان انا ميت في بعدك، وبيقول لنا ان انا شخص ميت في بعدك، انا مش مبسوط، انا مش مرتاح، انا خايف منك لان انا دمرت الدنيا. انا بحاول اتوازن، بحاول ليكوا تكمله في الرساله في القراءه الاولى باسمعوها، ليكوا رسائل عند بعض. بيقول لك انا بحاول اتوازن برضو، بحاول امسك نفسي، بحاول اقف على رجليا، بحاول اختار كمان حاجه تفرحني وتفرحك. برج الاسد طلع لنا، برج القوس، برج العذراء، برج برضو الحوت. بيقول لنا برضو انت حبك حلو، انا ما اقدرش انسى حبك، انا بحبك حب كبير قوي. بيقول لك انا بحبك بس خايف منك، خايف احبك بس بحبك بس خايف اتواصل معاك، عشان كده انا مستكفي ان انا راقبك من بعيد، مستكفي ان انا راقبك وكمان ببص عليك ونفسي اجي لك كمان. يعني هو كمان نفسه يجي لك بس خايف يجي لك، هو خايف، ده كارت خوف وكارت موت. خايف يجي لك لان بعد الشر يعني عن اي حد، هو ميت، يعني هو ميت نفسيا، يعني هو تعبان نفسيا. بيقول لك انا قاعد ومستنيك، دي طاقته، انا قاعد ومستنيك وبحبك، انا لسه قاعد بالرغم ان انا بتوازن، بس انا بحاول، يعني بحاول اتوازن في الحياه، وبحاول ان انا حياتي تستقر وتمشي، بس انا بحبك، يعني قاعد برضه. نفسي اجي اتكلم معاك، انت وحشني، عايزه اجي لك بسرعه، انا هنا نفسي ارجع اقدم لك حاجه، نفسي ارجع اديك هديه تفرح قلبك، نفسي اجي لك وراضيك. يعني الكارتين هما بيكملوا بعض، نفسي اجي لك بهديه تفرح قلبك، كارتين بيكملوا بعض. تمام. ف كلامك وحشني، صوتك وحشني، اسلوبك وحشني، طريقتك في الكلام وحشتني، كل حاجه فيك وحشتني. دي طاقته. بيقول لك انا تعبان نفسيا من غيرك، انا بحبك حب الى ما لا نهايه، انا بحبك حب كبير، بحاول اتوازن عشان انا تعبت في بعدك، خايف اقرب منك تكوني زي الاسد كده تهجم عليا، هو هيبك قوي. يلا بقى نشوف طاقتك انت اللي بتسمعني طبعا، سواء ست او راجل. عايزين برضو نعمله قراءة للطرف الثالث، ايه رأيكم؟ قولوا لي على الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقتك انت تعبان نفسيا منه كتير 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 كتير، بتشتكي منه، بتقول له انت كانت الدنيا ماشيه حلوه، انت بوظت العلاقه ليه؟ ايه اللي خلاك دمرت الدنيا، بوظت العلاقه؟ على فكره اللي بتسمعني برضو انت متعب، يعني عشان برضو ما بقاش ظلماه هو على طول، انت كمان شخص متعب، يعني اللي بيسمعني شخصيه متعبه، لان الكارت ده طلع لي كارت برضو متعب. يعني انت نفسيا تعبان، يعني خليني برضو ابقى صريحه معاك. كنت ميت وبتتمنى ان الدنيا تتصلح وترجع للهوا، تشم الهوا تاني. بوظت الدنيا بدليل ان انت قاعد متحسر. اللي بتسمعني انت برضو ليك نصيب، يعني نصيب كبير ان انت كان تبوظ العلاقه. على فكره ايا كان بقى، كل واحد بقصته، بتبطك
باهتمامك، باسلوبك، بطريقتك، ببص كل واحد ليه قصته، وانت ادرى اللي بتسمعني بايه. المهم نرجع تاني للقرايه. نفسك ان العلاقه تتحسن والعلاقه تتصلح، أنت فعلا نفسك ان هي تتصلح، وفعلا انت بالفعل بتصلح فيها، لان انت شبعت ندم في الحسره، بتبص على العلاقه اللي كانت جميله. نفسك دلوقتي برضو منه في اخذ حق. انت يعني انت بتطالبه برضو انك تاخد حقك. برج الميزان طلع علينا كمان، انت بتطالبه برضو باخذ حقه، لان انت يعني حاسس ان هو دمر لك نفسيتك ودمر لك حياتك. في انتظاره انت لسه قاعد برضو مستنيه. يعني بتقول له انا بحبك، مش عارف ابعد عنك. بتقول له برضك الحب الاساسي بتاعك عندي، انا مش قادره اضحي بيك، بالرغم ان انا بروح واجي. الكارت ده برضو انت ست متعبه. يعني خليني برضو صريحه معاكي، مش عايزه اجامل على حسابه هو. ونفسك ان انت يكون في بينكم تواصل، ونفسك هو وحشك جدا برضو، ونفسك ان انت يرجع لك بسرعه. بس انت كان ليكي نصيب برضو حلو في ان انت كنت مظبطه الدنيا يعني، وظابطه العلاقه. يلا بينا نشوفوا الطاقه المشتركه بينكم انتوا الاثنين. انتوا الاثنين برضو بتدفعوا ثمن اللي حصل دوت، سواء غدر منك بقى، او اهمال، او غصتي طرف ثالث. دي عايزه اوضحها لك من بدري. يعني قرايات عامه، انا مش بنقول القرايه الخاصه لحد. القرايه الخاصه بيبقى حاجه تانية خالص. القرايه الخاصه بعرف اسمك، بعرف الحاله الاجتماعيه بتاعتك، انسه، مطلقه، متزوجه، ايا كان. بعرف برجك، ونفس الكلام الشريك كمان، اسمه وحالته الاجتماعيه وبرجه وكده. وطبعا بشوف لك كل حاجه، طاقته وطاقتك، بشوف لك كل حاجه في حياته، وبشوف لك دنيته بالظبط، وببعته لك فيديو كامل متكامل عن كل حاجه بينكم انتوا الاثنين، من الف للياء، من اول علاقتكم لحد اللحظه اللي انت بعتي لي فيها. يلا نشوف الطاقه المشتركه بينكم انتوا الاثنين. الطاقه المشتركه تعب نفسي، تعب نفسي كبير. انتوا الاثنين متدمرين، انتوا الاثنين قلبكم موجوع، انتوا الاثنين نزيف في القلب، انتوا اللي بعد الشر عنكم، بس تعب يعني، تعبانين نفسيا وتعبانين قوي. انتوا الاثنين لسه بتحبوا بعض وبتكنوا لبعض مشاعر جميله. لسه الكاسات الحب عندكم انتوا الاثنين ما فرغتش. انتوا الاثنين لسه مستنيين بعض، انتوا الاثنين طيبين وجمال ولسه مستنيين بعض. وبرده تاني انتوا الاثنين لسه مستنيين بعض برده بحب. يعني انتوا الاثنين كل واحد عايز التاني هو اللي يرجع. انتوا الاثنين ندمانين على العلاقه وندمانين على الحب اللي وقع ده. بس كاسات الحب الموجوده، ما انا لسه قايله لك، في كاسات وراه هي مليانه وفي كاسات اهي مليانه. يعني الحب ما راحش ولا حاجه، بس ندمانين وتعبانين نفسيا. انتوا الاثنين قدمتوا حب كبير، وانتوا الاثنين لسه بتحبوا بعض وحبكم كبير قوي لبعض. انتوا الاثنين نفسكم في فرحه تفرح قلوبكم. انتوا الاثنين نفسكم ترجعوا لبعض تاني، وانتوا الاثنين نفسكم في مكالمه تليفون تتكلموا مع بعض تاني. وفعلا دي مكالمه تليفون. وبرده هنا الكارت بيكمل، انتوا الاثنين برده نفسكم في التواصل تاني وتسمعوا بعض تاني. عارف ان انت تحطي التليفون وتسمعي صوته ويسمع صوتك، وتسمعوا احلى كلام كنتوا بتقولوه لبعض، هو ده الكارت ده. فدي الطاقه المشتركه بينكم، انتوا الاثنين بتحبوا بعض وتعبانين نفسيا عشان بعيد. الحياه العاديه اللي هي احنا تعبانين عشان بعيد وزعلانين وندمانين ومتحسرين ونفسنا الحب يرجع، هي دي القرايه دلوقتي، هي دي. فدي الطاقه المشتركه بينكم. ربنا يا رب يهديلكم حالكم طبعا. معايا برج الجوزاء، معايا العذراء، معايا الحوت، ومعايا الدلو. يلا بينا، ولو طلعت برضو ابراج تانية هقولها لكم. يلا هنا بقى القرايه بتاعتنا اللي احنا عايزين نعرفها. عايز يقول لك ايه في بعده عنك؟ عايز يقول لك انا اسف، بيتاسف لك. هنا هو بيقول لك انا اسف، وفي تخاطر على فكره بتعملوه لبعض، وفي تخاطر قوي بينكم انتوا الاثنين، بتفكروا في بعض في نفس الوقت. بيقول لك انا اسف ان انا دمرت الدنيا. انت بالنسبه لي حد جميل، انت بالنسبه لي حد حلو. انا كنت شويه كنت بعمل مشاكل. بيقول لك انا كنت كل شويه بعمل مشكله لون، كل شويه كنت بعمل حكايه، كل شويه بعمل لك موضوع وامشي ادمر الدنيا. عشان كده انت سبتيني ومشيتي لانك تعبتي مني. انا اسف. وبيتاسف لك على فكره. بيقول لك انا تعبان، والله تعبان على العلاقه اللي احنا اسسناها، وانا دمرتها بغبائي، وخليتك مشيتي وسبتيني عشان المعارك والدوشه اللي انا كنت بعملها لك. سبتيني، ومن كتر ما انت ما شفتش مني تعب نفسي مشيتي. بيقول لك برضو حتى لو كانت حاجه زغللت عينيا، وحتى لو كانت حاجه خدتني، هو عايز يقول لك الكلام ده. انا اسف وانا راجع لك تاني دلوقتي، لان اول كارت طلع لي وانا بقول السؤال
عاوز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان انت حد طيب، انت حد جميل، انت مثابه امي، اختي، صاحبتي، سندي، سري. هو بيمدحك بكل حاجه. بيقول لك كمان انا عايز اقعد معاكي، عايز اشوفك، عايز اتواصل معاكي. برج الاسد كمان طلع علينا، بيقول لك انا نفسي اتكلم معاكي، عايز اشوفك. لو كانت حاجه زغللتني انا اسف، ما خدت وقتها وخلاص ومشيت، شكرا شكرا يعني. فبيبعت لك تخاطر وعايز يبعت لك رسائل، يقول لك من التخاطر، يقول لك ان خلاص انا ده كله عايزه اقعد اقابلك وعايزه اقعد اتواصل معاكي. وبتمنى من ربنا ان يكون الرساله اللي بيبعتها لك ان عجله الحظ ترجع تدور بينا تاني، ويكون في بينا حب تاني زي الاول. فهنيئا ليكم يعني، مش مستاهله. لو هو فعلا جه خبط على بابك حاولي تفتحي كده وربنا يهديلكم حالكم. يعني دي نصيحه برضو. واللي حابب قرايه خاصه يتواصل معايا على 015 5 4660065 من داخل مصر، ومن خارج مصر على 002015546660065. لحجز القراءات الخاصه. طبعا بشكر حبايبي اللي في عمان والسعوديه والامارات ودبي وزي ما قلت مصر وسعيد مصر وارياف مصر. الناس دي حلوه قوي، وعلى راسي طبعا. وعلى فكره يا جماعه انا شاطره جدا 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 في تفسير الاحلام، وطبعا في ناس بتتابعني لتفسير الاحلام، وفي ناس بتبعت لي تفسر احلام معايا الحمد لله من جميع الاماكن يعني، ومن جميع الدول برضو. فبرضو اللي حاول يتواصل، اللي حابب يتواصل معايا تفسير الاحلام يتفضل برضو. وزي ما قلت لكم سؤالنا كان مهم قوي. لو عايزه تخلي الراجل يحبك وتخليه يجري وراكي على طول كده، تعملي ايه؟ ده سؤالنا النهارده. ردوا في الكومنتات، تعلقوا في الكومنتات، وطبعا ما تنسونيش بقى بتعليق حلو كده استحقه اكيد طبعا يعني. ربنا يا رب يفرح قلوبكم زي ما بتفرحوني. وبشكركم ودوس طبعا على الجرس عشان يوصلك كل اشعار جديد. وطبعا يا ريت تعملوا متابعه للقناه عشان نزيد ونزيد كده على طول بيكم. انتوا اللي عاملين حس طبعا ونورتوني. وما تحرمش منكم يا رب ومن دعمكم الجميل. واللي حابب قرايات خاصه يتواصل معايا. سلام عليكم.